أنا أعرف أن لديكم هموم كثيرة، وكل واحد منكم يريد يناقشها مع الرئيس. أنا أعرف في ناس عندهم شكوى بالسفراء حقنا، ويشتكوا بالسفراء لأنه بعض السفراء ما يولوش المغتربين اهتمام، وأنا قد هذا الجزء من الرسائل الموجهة للسفراء. ولا حليم تكفيها الإشارة، وناس يشتكوا بمسؤولين في الوزارة، وناس يشتكوا بالجالية، وناس واضحة الرسالة واضحة. أنا عندي لكم مقترح أن يناقش هذا في جو ديمقراطي في قاعة الاجتماعات، أن يناقش هذا في جو ديمقراطي رائع، ونعمل على إيجاد الحلول. وأنا أكلف الأخ نائب رئيس الجمهورية أن يأتي ليختتم أعمال المؤتمر ويستلم كل التوصيات والقرارات ويرفعها إلينا، وأنا على استعداد أخذها بعين الاعتبار. سمعة المغتربين اليمنيين سمعة عظيمة وجيدة وراقية. كلما ذهبت إلى أي دولة أسمع من الدول الشقيقة والصديقة عن أمانة المغترب اليمني، وعن مصداقيته، وعن سلوكها الحسن. فأنتم تمثلوا اليمن خير تمثيل. نشكركم على أدائكم الجيد والممتاز، ونحث سفاراتنا في الخارج أن تكون مقتربة منكم وتتناول قضاياكم أولا بأول، وترسلها عن طريق وزارة المغتربين ومناقشتها ووضع الحلول المناسبة مع رؤساء السلطات المحلية في المحافظات. على وزارة الداخلية والجوازات والجمارك والضرائب أن تقدم كافة التسهيلات اللازمة للمغتربين أثناء دخولهم وخروجهم في المنافذ البرية والبحرية والجوية، وتقدم لهم كسفراء لليمن، كسفراء لوطنهم. لقد التقيت بعدد من الجاليات اليمنية في الخارج في أمريكا وبريطانيا والمملكة العربية السعودية وبعض دول الخليج، ووجدت سمعتهم سمعة رائعة وجيدة وممتازة. أعرف أن الجاليات اليمنية في الخارج أفضل من بعض القوى السياسية في الداخل. جاليتنا في الخارج ولاءها وحبها لهذا الوطن أكثر من بعض القوى السياسية للأسف الشديد في داخل الوطن. فأنا عندما أتحدث أقول أنتم سفراء فعلا، بحق أنتم بحق وحقيقة سفراء لوطنكم.